أقوال الصحف من الرياضية FM 104. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والرياضيون الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم عبر هذا المشوار الجديد والمتجدد في أبرز ما جاء في الصحف الرياضية والسياسية الصادرة هذا الصباح الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر للعام 2020. وأصحابكم في هذا المشوار الصباحي حذيفة آدم عيسى. وضربة البداية تعتذر الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة عن قطوعات التيار الكهربائي بغرض الصيانة الوقائية، وعلى المواطنين أخذ التحوطات اللازمة من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء، وذلك حسب الجدول التالي: في منطقة أم درمان صابرين الحارة 36 و59 و55، أما في منطقة الخرطوم الشهيد ودحت الله وأيضا الحلة الجديدة والجوز مربع 2 3 4 5. في منطقة بحري لا توجد قطوعات لهذا اليوم. ونستهل الجولة الصباحية بصحيفة الجوهرة الرياضية، وعنونت في صفحتها الأولى: في خبر يسعد الأنصار، الكاف يعتمد الغربال في كشف الهلال الإفريقي، الأزرق يعود للتحضيرات لأهم المواجهات، ومعسكر مقفول للفريق، وزوران يضع استراتيجية المرحلة، ياسر مزمل في الخرطوم خلال 48 ساعة، والفريق السير رئيسا للجنة المنظمة لمباراة الهلال وفايبرز، بوي يتحدث: معركة الحسم لن تكون سهلة، ولجنة العضوية تقلص ساعات العمل، ووصول بطاقات النقل الدولية للمدينة. وفي الصفحة الثانية والثالثة لصحيفة الجوهرة الرياضية، وهي مساحة للمتابعات: هل ستصحح لجنة الاستئنافات خطأ سيستم الاتحاد؟ شداد أفتى خوفا من عقوبة جديدة يتحملها الاتحاد، فلماذا العجب؟ سمكرة المريخاب داخل اللجان تسعى لإكمال ملف الثلاثي وتطويع لجنة الاستئنافات. كيف سيتم اعتماد مشاركة اللاعبين مع المريخ؟ عصام الحضري يقترب من النجم الساحلي، وهلال الأبيض والأمل يتعادلان في تجربة إفريقية مثيرة. النجم الساحلي يتعاقد مع صانع معجزة العراق. وفي أخبار الدرجات، صفحة يشرف عليها زميل سامر مختار: إعداد الأمير البحراوي ينطلق اليوم، جعفر كتا يقود تدريبات أبو سعيد، الأحرار يدشن إعداده اليوم، ومحمد آدم مدربا رسميا لنادي الصحافة، ودورة المرحوم صلاح صباحي بالسلامة تتواصل بنجاح تام، ودورة الفقيد بخيت قسم السيد برابطة المايقوم شرق النيل أيضا تتواصل بنجاح تام. وفي دورة رواد قرية ألتي النيل يفيض ويغمر القادسية بسداسية دون رد. وفي الصفحة الرابعة لصحيفة الجوهرة الرياضية، بعد اعتماده في الكشف الإفريقي للفريق، خبر سار للأنصار: الغربال يقود والهلال أمام فايبرز، الأزرق يعود لتحضيرات تأهبا لأهم المواجهات، وزوران يضع برنامج المرحلة، ياسر مزمل في الخرطوم خلال 48 ساعة، والفريق السر رئيسا للجنة المنظمة لمباراة الهلال وفايبرز. لجنة العضوية تقلص ساعات العمل وتشدد على الالتزام بالاحترازات الصحية. أما في الصفحة الخامسة، وهي مساحة للحوارات من عدد الزميل محمد سالم: الجوهرة تستكمل الحديث مع قائد الهلال بوي، اصطدنا الأفاعي بسنارة الخبرة، فايبرز ليس لديه ما يخسره، ومعركة الحسم لن تكون سهلة، وعودة الغربال ستضيف الكثير لهجوم الهلال، وهذه رسالتي للأنصار.
وفي الصفحة السادسة لصحيفة الجوهرة الرياضية، الجوهرة في إفريقيا، صفحة تشرف عليها زميلة دار النعيم عابدين. فايبرز الأوغندي يعود للتحضيرات لمواجهة الهلال، ومهاجم أوتوهو للجوهرة. حظوظنا ما زالت قائمة في التأهل، بداية سيئة للاعب برشلونة مع جيبوتي. وفايبرز الأوغندي يعود للتحضيرات لمواجهة الأزرق. وفي الأخبار العالمية لصحيفة الجوهرة الرياضية، بايرن ميونخ بدون 4 نجوم أمام أتلتيكو مدريد. أنباء محبطة بشأن إصابة هازارد. مدافع مارسيليا يعيد فتح ملف أزمة نيمار. وهوفنهايم يتعادل مع ماينز في البوندسليغا. و8 فرق على بعد خطوة من ثمن نهائي الأبطال. وفي الصفحة الأخيرة لصحيفة الجوهرة الرياضية، وفي مقالات الكتاب خلف الشباك للكاتب كابوتش، أما لقاء كل يوم للكاتب رمضان أحمد السيد الذي جاء يحمل هذه العناوين: الهلال لعب صح، الغربال في الكشف الإفريقي، ثلاثي المريخ خارج الشبكة بسبب استئناف الأزرق، الدالي وياسر مزمل خارج كشف الهلال ويتمتعان بكل الامتيازات، الهلال يعلن الطوارئ للقاء فايبرز الحاسم والفريق السر للجنة المنظمة. الهلال ينطلق اليوم تأهبا لمواجهة الحسم بالأحد، ومنافسة قوية بين اللاعبين والفورمة البدنية من أولويات زوران. 7 من الأوجه الجديدة كانت الفأل الحسن للهلال في يوغندا. الهلال يرصد حوافز ضخمة للاعبيه عقب الصعود للدوري التالي. الترجي يسجل 34 لاعبا في كشفه الإفريقي، والمريخ يلحق بكر المدينة وكردمان وعزام والرباعي خارج الكشف. مدرب فايبرز يستنجد بثلاث المنتخب الأوغندي للشباب لمواجهة الأزرق، ومنتخب يوغندا للشباب يتأهل للنهائيات ويواجه تنزانيا بالأربعاء. خطر الإيقاف يهدد نجم ألمانيا كافاني لعبارات عنصرية، والوزارة المصرية تحل مجلس الزمالك لتجاوزات مالية وتعين لجنة مؤقتة. الحضري مدربا لحراس مرمى النجم الساحل التونسي، واليوم انطلاقة جولة جديدة لأبطال أوروبا والبافاري والأتلتيكو قمة المواجهات. ومن صحيفة الجوهرة الرياضية لصحيفة جون الرياضية، وعنونت في صفحتها الأولى: صحيفة جون تتابع التطورات الخطيرة والمثيرة بمكاتب الاتحاد بالأمس. الهلال يحبط أكبر مؤامرة لإبعاد الغربال، واعتماد 30 لاعبا في الكشف الأزرق للكاف وإبعاد مزمل والدالي. الهلال يعلن الطوارئ للأفاعي ويتدرب اليوم، ورئيس الاستئنافات يبرئ شداد ويوقف إجراءات الثلاثي. وفي الصفحة الثانية والثالثة لصحيفة جون، وهي مساحة للمتابعات: محتال يخضع هلال بالسعودية. المحتال ادعى أنه مالك الشعار وطلب تسليمه تبرعات بالدولار، وتنظيم هلالي جديد يفاجئ الجميع ويتصدر السباق العضوية. الجنرال مضوي رئيسا لاتحاد الخرطوم. الهلال يواجه الكنغولي بالثلاثاء، وفي أول تجاربه الإعدادية هلال كادوغلي يكسب ودية الكباشي بهدفين دون رد. في مقالات الكتاب الموج الأزرق للكاتب معتصم محمود: سياسة شدادية ونتائج إيجابية. أما إلى أن نلتقي للكاتب والأستاذ قاسم خالد. وفي الصفحة الثالثة لصحيفة جون: يتدرب بملعبه اليوم وينتظم في المعسكر ويعلن الطوارئ للأفاعي. الهلال يفتح ملف موقعة التأهل في الأبطال، والصوبات يوجه بإجراء تحسينات عاجلة بفندق النادي، ولجنة منظمة لمباراة فايبرز بقيادة الفريق السر. صحيفة جون تتابع ترتيب الكشف الأزرق بمكاتب الاتحاد. الهلال يحبط أكبر محاولة لإبعاد الغربال. معتصم عبد السلام طالب بشطب آخر لاعب بالكشف، والأزرق يتدخل في الوقت المناسب. المهندس الفاضل التوم التهامي يتحدث: بعثة الهلال كانت قمة في الانضباط، والإياب تحتاج لإعداد خاص. هلال الأبيض والأمل يتعادلان في تجربة مثيرة. البعثة تصل مساء اليوم. المريخ يتدرب ببرازفيل وإخضاع اللاعبين لحمام سباحة. وبعثة الأمل عطبرة تغادر إلى زنزبار بالأربعاء. وصول بطاقة بكر المدينة
المدينة وضمه للكشف الإفريقي، ودهشة في توتي بتعاقد المدرب أسهري مع سيد الأتيام. مازدا يتحدث: الأندية السودانية ظفرت بنتائج طيبة رغم تأخر الإعداد. الزميل الطاهر صالح في رابع صحيفة جون تابع هذه الأخبار. انطباعات عائد من كمبالا. العاصمة الأوغندية تسحر الجميع بجمالها الخلاب. جماهير كمبالا تصلي لكي يكسب الهلال فايبرز، وإدارته تكرم البحث الزرقاء. قائد الطائرة يستعيد ذكرياته بالصور مع نجوم الهلال. نجح فريق الهلال في تحقيق الأهم، وهو الانتصار على أصحاب الأرض فريق فايبرز الأوغندي بهدف نظيف حمل توقيع مهاجم الفريق القناص اللاعب وليد بخيت الشعلة، الذي انتجز المهمة بنجاح، وأكد أنه مهاجم الفريق الأول. صحيفة جون رافقت البحث بالعاصمة الأوغندية كمبالا ووقفت على تفاصيل الحياة هناك. أما في الصفحة الخامسة، وهي مساحة للحوارات من إعداد الزملاء علي هباش وأبو بكر شرش. كانتي الكرة السودانية الأزرق في حوار الآمال قبل صدام الإياب. أبو عقل عبد الله يتحدث: أتطلع للأبطال مع الهلال والحلم الأكبر المونديال. الانتصار على غانا تاريخي، وسيكون المعبر للكاميرون والوطن والهلال في حدقات العيون. الإضافات الجديدة ضاعفت قوتنا، والأجواء الآن محفزة لنهضة الكرة السودانية، وسنكمل مهمة إزاحة الأفاعي بأم درمان. الأستاذ والزميل محمد عثمان بلل في ولايات السودان المختلفة تابع هذه الأخبار. عاكف عطا ينضم إلى هلال كوستي. سيد الأتيام يخطف متعهد قيادة الأندية للصعود للممتاز. وقيادة هجانة الأبيض العسكرية تؤكد دعمها للرياضة لن يتوقف. اتحاد عطبرة يخطط لعلاقات قوية مع دونغولا. والتاكا كسل يسترد استثماراته بواسطة المحكمة. الزميل هاني عبد الله يونس في الأخبار العالمية لصحيفة جون تابع هذه الأخبار. 8 فرق على بعد خطوة من ثمن نهائي الأبطال، وفولهام يصعق ليستر في عقر داره ويودع منطقة الخطر بالدوري الإنجليزي. كولوب يتحدث: لست متخصصا في المثالية. زيدان يصرح: وضع هازارد معقد. ولقاء شختار آخر نهائي. ومدافع مارسيليا يعيد فتح ملف أزمة نيمار. ومن صحيفة جون الرياضية لصحيفة الأحمر الوهاج، وعنونت في صفحتها الأولى: انضمام العقرب لكتيبة الأحمر الإفريقية. الاتحاد يؤكد للفيفا مجددا بطلان عمومية المريخ. والجماهير تندد بشداد وتطالبه بالرحيل. وفي الصفحة الثانية لصحيفة الأحمر الوهاج، أحمر في أحمر، هي صفحة للمتابعات. اتحاد الكرة يؤكد نهاية أمد مجلس سوداكال. فيفا يقترب من إعلان قراره النهائي بشأن أزمة المريخ. أمام مباني اتحاد الكرة، جماهير المريخ تندد بفساد شداد وتطالبه بالرحيل. و7 عناصر في المريخ تتدرب بالأكاديمية. منتخب النسيب يكسب الوحدة في دور الشهداء الحاج يوسف. ونجم المريخ السابق مدربا لحراس النجم الساحلي. وتعادل ودي بين هلال الأبيض والأمل عطبرة. اختيار أبا ذر الشريف لهيئة الشباب والناشئين بالخرطوم. أمام مباني اتحاد الكرة، جماهير المريخ تندد بفساد شداد وتطالبه بالرحيل. نفذت الجماهير الغاضبة وقفة احتجاجية بالأمس أمام مباني اتحاد الكرة السوداني لكرة القدم بالخرطوم 2، منددة بالأفعال التي يرتكبها كمال الشداد تجاه نادي المريخ بخصوص نظامه الأساسي وأمد المجلس الذي يقوده آدم سوداكال. ورفعت الجماهير لافتات تدعو لرحيل كمال شداد الذي تم تمكينه عبر أمانة الشباب والرياضة بالحزب المحلول إبان عهد النظام البائد. واستنكرت تدخله في شؤون نادي المريخ بما لا يخدم مصلحة استقراره. وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع اجتماع مسؤولية الاتحاد الدولي لكرة القدم بثلاثي اتحاد الكرة وممثلي مجلس المريخ. هذه الأخبار وهذا المقال تجدونه في الصفحة الثانية لصحيفة الأحمر الوهاج.
وفي الصفحة الثالثة لصحيفة الأحمر الوهاج مدرب عام المريخ يدلي بتصريحات مثيرة لصحيفة الأحمر الوهاج. الضوء قدم الخير، تعرضنا للظلم في الكونغو ولكن. وفي ذات الأخبار لصحيفة الأحمر الوهاج تنقل أدق تفاصيل رحلة الأهوال إلى برازافيل، اعتقال ممثل قناة المريخ وحرمانه من نقل المباراة. منجد يتحدث تجاوزنا الشوط الأول، ضياء يصرح المدرسة الفرنسية هي الأفضل. وفي الصفحة الخامسة لصحيفة الأحمر الوهاج وهي مساحة للاستطلاعات بعد تعادله بالكونغو وفي ظل محدودية الخيارات لدى غوميز، كيف ستكون موقعة المريخ في الإياب أمام أوتوهو. وفي مقالات الكتاب خليك واضح للكاتب والأستاذ محمد الطيب كبور، اقتربت لحظة الحسم. الزميل والأستاذ الفاتح مبارك في ولايات صحيفة الأحمر الوهاج تابع هذه الأخبار. رئيس اتحاد دونغولا يدلي بالمثير. رئيس الدنمو عطبرة يؤكد جاهزيتهم لتقديم موسم مميز ويشكر كل الأندية الرياضية ببور السودان. البحيرة تكسب الرفاق وتتوج بطلا لكأس دوري الرابطة الشمالية. وحي المطار والعربي في نهاية دورة فقداء نادي الإصلاح القضارف. التاكا كسل يوالي الإعداد للتأهيل. والقطب بخيس سالم تسجيلات مريخ الحصحيس كانت مميزة في هذا الموسم. أما في الأخبار العالمية لصحيفة الأحمر الوهاج إنتر لفوز مصيري والريال لضمان تأهل. أتلتيكو يصطدم ببايرن ميونخ ومصير ليفربول في يده. ناشتو فرنانديز الانتباه سلاحنا ضد شختار. وكوتينيو يصرح لن أغلق باب العودة إلى ليفربول. وفي الصفحة الأخيرة لصحيفة الأحمر الوهاج وفي مقالات الكتاب اللعب على الورق للكاتب جعفر سليمان، ماذا تنتظرون من عدو المريخ؟ زمن إضافي للكاتب نصر الدين الفضلابي، حجارة شداد وهوان الاتحاد. كفى للكاتب إسماعيل حسن الرسالة 1 إلى الدكتور شداد. أما النجم للرجم للتجاني محمد أحمد. ومن صحيفة الأحمر الوهاج إلى صحيفة رومونتادا وعنونت في صفحتها الأولى الكاف يبرز رقما قياسي جديد للأزرق. الاتحاد يعود للمجموعتين في الممتاز والقرعة يوم 9 من ديسمبر والمسابقة تنطلق أواخر ديسمبر الجاري. الهلال يدعم قائمة الأبطال بمؤيد والغربال ويبعد مزمل والدالي وكاجوبا. يتحدى من يرى مهمة درمان مستحيل لا يصعد سلم الطائرة. نقاشات ساخنة في اجتماعات الفيفا بشأن أزمة المريخ. جماهير الأحمر تحاصر مقر الاتحاد وتطالب بإبعاد شداد. وسوداكال يصرح مجلسنا منتخب. وفي الصفحة الثانية لصحيفة رومونتادا وهي مساحة للحوارات من إعداد الزميل أحمد المصطفى. عادل كيس مدربا لحراس الشرطة القضارف. استقالة المدرب العام لهلال شيكان. لجان والاتحاد تعمل بسياسة الخيار والفقوس. وحي العرب لحم مر. مدير الكرة بالسكرتة يفتح النار على الاتحاد العام. محمد نور يتحدث لن نرضى بأي قرار غير نقاط هلال مريخ والمسابقات والاستئنافات ينفذان أجندة لتمييز القمة. الاتحاد يدرس خيار المجموعات وتعديل زمن العودة للنشاط. وهلال كادوغلي يواجه هلال الأبيض بالخميس. رئيس القطاع الرياضي بهلال الفاشر يعتذر عن الاستمرار. والأمل عطبرة يطير إلى دولة زنزبار غدا. وفي الصفحة الثالثة لصحيفة رومونتادا نقاشات ساخنة في اجتماع الفيفا بشأن أزمة المريخ. سوداكال يتحدث مجلسنا منتخب والاتحاد لم يبطل النظام الأساسي. بروف جلال مجلس المريخ منتهي الصلاحية وعمومية النظام غير شرعية. جماهير المريخ تحاصر مقر الاتحاد وترفع اللافتات وتطالب الدولة بإبعاد شداد. إعداد الأمير البحراوي ينطلق اليوم. محمد آدم مدربا للصحافة. الأحرار يدشن إعداده اليوم. وهلال الأبيض والأمل يتعادلان في تجربة إفريقية مثيرة. الهلال يشدد على الالتزام بالاحترازات الصحية ولجنة العضوية تقلص ساعات العمل. في مقالات الكتاب لحين للكاتب عاصم وراق كان غير كشترياك هجوبة. أما وشهد شاهد للدكتور يوسف السماني مبادرة التلقيح الذاتي.
وفي الصفحة 4 و5 لصحيفة رومونتادا الزميل عبد المنعم الحي تابع أخبار هذه الصفحة. نتائج مثيرة في ذهاب التمهيدي، العرب يسيطرون، الانسحابات حاضرة، والتونسي شواط يشعل صراع الهداف، سونغ يبدأ مشواره مع فريقه الجيبوتي بالخسارة. وفي ذات الأخبار النتائج الكاملة لذهاب تمهيد الأبطال تجدونها في الصفحة 4 لصحيفة رومونتادا. أما في الصفحة 5 لصحيفة رومونتادا عاصم راج يتابع أخبار هذه الصفحة. كاف الهلال يحتفل برقمه القياسي بفوز مهم على عنتيبي، وبوي يكشف عن الثلاثي الأخضر في فرقة الأفاعي، وكاجوبا يمشي على حبل مشدود. مدرب فايبرز يصرح لن نسمح للاعب يعتبر مهمتنا في أم درمان مستحيلة باعتلاء سلم الطائرة ورحيلي بيد الإدارة. في مسار الهلال الموريتاني يستعد في السنغال لقلب الطاولة على الأشانتي كوتوكو. وفي الصفحة 6 لصحيفة رومونتادا الزميل عبد العليم مخاوي يتابع أخبار هذه الصفحة. الحق الغربال وسليم وكديابة ومؤيد وإيرنج للكشف القاري. الهلال يدعم صفوف الأبطال، الغربال يشعل الصراع الهجومي، وكديابة لون الدم وجمال على المحك. مؤيد إضافة نوعية لصراع الرواق. وأيضا في ذات الأخبار لصحيفة رومونتادا في مقالات الكتاب تبصرة رياضية للدكتور أحمد الصديق أحمد البشير، امتحان بقلم عبد المهيمن وبش، سوبر هاتريك للكاتب طارق محمد عبد الله. أما في الأخبار العالمية لصحيفة رومونتادا 8 فرق على بعد خطوة من ثمن نهائي الأبطال، والزيدان يواجه تمردا في ريال مدريد. أنباء محبطة بشأن إصابة هازارد، العنصرية تهدد كافاني بالإيقاف. وفي الصفحة الأخيرة لصحيفة رومونتادا وفي مقالات الكتاب رمي التماس للكاتب والأستاذ بابكر مختار، إيقاف تسجيل الثلاثي للمريخ تنفيذا للعدالة. أما بهدول الكاتب عن الدين هاشم، شداد لا علاقة له بقضية الثلاثي، صابنا للكاتب والأستاذ محمد عبد المجيد. نتواصل معكم الإخوة الرياضيون الأعزاء، فاصل موسيقي قصير ومن ثم نتابع أبرز ما حملته الصحف السياسية لهذا اليوم. كونوا معنا متابعين ومستمعين. برنامج كيف أصبحت برعاية زيوت فوكس. زيوت فوكس تقنية ألمانية غنية عن التعريف. برنامج كيف أصبحت برعاية شركة حافظ للتحويل المالية. في زمن بعيد وإحساسه قريب، كانت الأشواق بتجينا في ظرف، لا ينقصنا سوى رؤياكم الغالية، وقربنا حبة وبقت تجينا في شريط شايل أصوات الغاليين. مهما اختلفت طرق المرسال بتبقى المحنة بيننا واحدة، حافظ للتحاويل المالية، أول شركة تتعامل مع النظام المصرفي الأمريكي من وإلى أمريكا، قادر تحول وتستلم بالعملة السودانية أو بالدولار. موقعنا شارع البرلمان جوار حمزة بلازا. للاستفسار 0183 74 70 16. حافظ قربت البعيد. برنامج كيف أصبحت برعاية زيوت MB. من المحرك إلى المحطة حول، محتاج لزيت يكون في الجودة هو الأول. المحطة تختار لك الأفضل دائما وتقدم زيوت MB لجميع أنواع المحركات، محركات أوروبية بأفضل تخطيط، انتشار في كل المدن وكل الولايات. من المحطة حول بختار MB. زيوت MB جاهزون دائما لخدمة عملائنا. اتصل على 64 64. زيوت MB رقم 1 في السودان. MB لوبريكانت. برنامج كيف أصبحت برعاية بوهيات سيريدور. مع بوهيات سيريدور رؤية لألوان جديدة. غرقيها بالموية، عرضيها
للهواء الساخن، ولا يهمك اغسليها. بهيات سوليدور لن تتغير مهما أثرت عليها أي عوامل مختلفة. بهيات سوليدور الألمانية، لون حياتك. برنامج كيف أصبحت برعاية حديد جياد. حديد جياد. برنامج كيف أصبحت برعاية أوقاف بابكر حامد ود الجبل رحمه الله تعالى. أقوال الصحف من الرياضية FM 104. عدنا من جديد الإخوة والرياضيون الأعزاء، نتواصل ونستهل الصحف السياسية بصحيفة الانتباه السياسية، وعنونت في صفحتها الأولى: كباشي يتحدث، ننتظر أديب لكشف من فض الاعتصام. كورونا يحصد 145 شخصا خلال نوفمبر، وأحكام رادعة لمهربي كوكايين سودانيين وتشاديين. وفي الصفحة الثانية لصحيفة الانتباه: بحث والترتيبات المتصلة بشطب السودان من قائمة الإرهاب بين الخرطوم وواشنطن. قرارات صارمة ضد المخابز المتوقفة في سينجا، والقبض على منتحل صفة ضابط بالدعم السريع بعد 5 سنوات بالخرطوم. لجنة لخروج يوناميد من شمال دارفور. تجميد مسار الشرق خيار متاح. كباشي: لم أمثل للتحقيق حول فض الاعتصام. وفي الصفحة الثالثة لصحيفة الانتباه مع الأحداث ما بين حمدوك وكباشي. وفي ذات الأخبار: وفي الاقتصاد صادق الجلال، الحكومة تقاعست عن حل مشكلات الميناء. عضو مجلس المصدرين يتحدث: قرار المواني البديلة غير مرحب به ويؤدي لفشل موسم الصادر. أما في ذات الأخبار لصحيفة الانتباه: حوادث وقضايا في سابعة الانتباه. السجن المؤبد لمدانين بتهريب الكوكايين. ضبط شبكة إجرامية متخصصة في سرقة البطاريات. ومجهول مسلح يقتحم حفلا ويقتل مواطنا رميا بالرصاص. في مقالاتها الكتاب وجه النهار للأستاذ هاجر سليمان: مصر تسحب البساط، أين المخابرات؟ وفي ذات الأخبار وفي مقالات الكتاب: الجرايم دق للكاتب محمد عبد الماجد: البلاد من جحيم الإغلاق الخارجي إلى خطر الإغلاق الداخلي. آخر الليل للأستاذ إسحاق أحمد فضل الله المحراث. أما زفرات حرة للطيب مصطفى إلى النائب العام: استحي يا رجل. وفي الصفحة الرياضية لصحيفة الانتباه: لجنة عضوية الهلال تعلن مواعيد جديدة للعمل. الهلال يفتح ملف لقاء الإياب أمام فايبرز وينتظم في معسكر مخفول. الخلافات تضرب منافس الأزرق رغم الانتصار خارج الديار. مدير الكرة بالأزرق يحذر من خطورة فايبرز في لقاء الإياب. الكاف يبعد حكما جنوبيا من لقاء الهلال وفايبرز. بعثة الأحمر في الخرطوم. الفيفا يؤجل حسم الأزمة الإدارية لنادي المريخ إلى وقت لاحق. ونختتم الجولة الصباحية بصحيفة الدار الاجتماعية بالصورة والقلم: القبض على عقيد الدعم السريع المزيف الشهير. وجدي صالح يتحدث: ضربات موجعة في الطريق وسنفتح بيوتا للبكاء. التعليم العالي: تجميد عدد من الكليات وتخفيض عدد الطلاب المقبولين. السجن والدية للمدام بتشويه الإثيوبية فاطمة. مسن يعتدي على طفلة والمحكمة تردعه. أسرة أحمد هارون: أجريت له عملية ركبة برويال كير ونافية بصحة جيدة.
وفي ذات الأخبار لصحيفة الدائرة الاجتماعية استشهاد طبيب وإصابة 4 أشخاص في حادث أليم بشريان الشمال. متهم يذبح مواطنا ويضع شقيقه طعنات خطرة داخل السوق. وفاة صاحب خواطر فيل وأشهر عازف مع نور الجيلاني ومهندسة تتعرض للنهب بمنطقة الصالحة. وفي صفحة الرياضية لصحيفة الدار شداد يستجيب لطعن الهلال ويوقف قرار اللجنة باعتماد تسجيل الثلاثي للمريخ. المريخ يشكو من سوء التعامل وظلم التحكيم بالكونغو والتش يعلنها الداوية. الهلال يعود للتدريبات عصر اليوم ويفتح ملف فايبرز الأوغندي ومعاقبة برشلونة بسبب احتفال ميسي في مباراة سوسونا. ومن صحيفة الدار نعود ونقرأ عمود وشهد شاهد للدكتور يوسف السماني الذي جاء تحت هذا العنوان مبادرة التلقيح الذاتي. لا شك أن فيروس كوفيد 19 قد أزعج كل العالم، ونجحت بعض الشركات العالمية في إنتاج لقاح لهذا الفيروس الذي حصد الكثير من الأرواح بصورة غير مسبوقة. وما أن أعلنت الشركات في نجاح هذا اللقاح حتى تسابقت الدول في عقود شراء هذا اللقاح لمواطنيها، بل بعض الدول دفعت قيمة اللقاح مثل السعودية وغيرها من الدول الغنية. ونحن نعلم أن حكومتنا مفلسة ولا تستطيع في هذه الظروف شراء هذا اللقاح، ولذلك نقدم هذه المبادرة، وهي مشاركة المواطنين في جمع قيمة اللقاح عبر تكوين لجنة غير حكومية بإشراف وزارة الصحة على أن يساهم كل مواطن بما يقدر عليه، ولا يبخل المواطنون في المساهمة لأن الصحة غالية. وستقوم هذه اللجنة ذات الشفافية والأمانة بتوريد المبالغ التي تجمعها لبنك السودان على يقوم بنك السودان بتحويل هذه المبالغ إلى دولار لشراء هذا اللقاح. كذلك يمكن أن نشرك المغتربين في المساهمة لإنغاذ أبناء وطنهم، ولن يبخلوا وستنجح المبادرة ونكون قد وفرنا اللقاح الذي يطعم به المواطنون بالمجان. أكرر بالمجان. أرجو أن يهتم المسؤولون بهذه المبادرة والإسراع في تكوين لجنة مدنية من المشهود لهم بالنزاهة والأمانة ووضع ضوابط لعمل هذه اللجنة. ستنجح هذه المبادرة ولا ننتظر أن تجود علينا بعض الدول ببعض من هذا اللقاح. نقطة سطور الجديد. كرة القدم السودانية حققت نتائج جيدة في المنافسات الإفريقية، وحتى تتواصل هذه الانتفاضة الكروية على الدولة أن تدعم المنتخب والأندية التي تشارك في المنافسات الخارجية، وإن شاء الله يكون عام 21/20 هو عام إنجازات للكرة السودانية. اللهم احفظ السودان وأهل السودان من كل شر آمين يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى مشوارنا الصباحي في أبرز ما جاء في الصحف الرياضية والسياسية الصادرة هذا الصباح الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر للعام 2020. نفذه وأخرجه الباش مهندس عبد الوهاب عبد المنعم الملك. كنت معكم في تقديمه حذيفة آدم عيسى. السلام عليكم.